البرتغال بيكسب سويسرا 6-1 في كأس العالم قطر 2022، وده المتوقع جدًا، 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 لكن اللي مش متوقع إن النتيجة تبقى 6-1. ليه بقى يا ابن عمي؟ لإن في ناس عندنا في مصر هنا هتزعل، هيزعلوا. ليه بقى؟ لإن منتخب سويسرا اللي شال 6 كان لابس أبيض، والمنتخب اللي جاب 6 كان لابس أحمر، فدي طبعًا يعني حاجة تزعّل، وإحنا كلنا عارفين هُم هيزعلوا النهارده أوي، أوي، أوي. بس أنتم مش غلطانين يا جماعة، الغلطانين هم سويسرا. سويسرا الغلطانة، هي ما كانش لازم تجيب الجون دوّة وكانت النتيجة تخلص 6-0، إنما كانت لازمًا تجيب الجون، أهو خلصت 6-1. طبعًا أنا عارف أنت ليه لا تزعل طبعًا، لإن كل فترة لازمًا حد يطلع يفكّرك بالنتيجة ديّة. ما تزعلش يا عمي، عادي، يعني عادي، يا إما تغيّر اللون، يا إما ترجع للتاريخ وتمحي النتيجة ديّة. ما تزعلش، خلّيها عليك بقى. المهم طبعًا بقى البرتغال النهارده قدّمت لنا عظمة، وده طبعًا المتوقع مش متوقع بصراحة النتيجة الكبيرة ديّة، لكن يعني أنا كنت يعني مش عارف إزاي أصلًا سويسرا صعدت الدور دوّة، يعني أنا مش متوقع، يعني مش متخيّل بصراحة. سويسرا أصلًا منتخب تعبان، مش فاهم إزاي طلع للحتّة دي. ما علينا، أهو خد اللي فيه النصيب وروّح النهارده. كان نفسي النهارده بصراحة كريستيانو يكمّل لنا بقية العظمة ويحط جون كمان والّا جونين، بس يالّا مش مشكلة، المدرب نزّله متأخّر، يعني مش عارف هو بيعاند معانا ليه. ما علينا، ما فيش مشكلة. الحمد لله طبعًا إن هم كسبوا النهارده. بس أنا عايز أقول لمنتخب المغرب اوعى تخاف. منتخب البرتغال أنا مش شايفه اللي هو يعني سيبك من النتيجة اللي أنت شُفتها ديّة، صدّقني والله يعني أنا عادي. هو سويسرا اللي وِحشة، لكن المغرب أحسن بكتير. فإن شاء الله، إن شاء الله أنتم تعملوا قدّامهم حاجة وبإذن الله تفرّحونا. بس، فهو ده اللي أنا كنت عايز أقوله لكل لاعب في المغرب. اوعى تفكّر في النتيجة بتاعة النهارده، العب زي ما لعبت قدّام أسبانيا، زي ما لعبت قدّام كرواتيا، زي ما لعبت قدّام كندا، زي ما لعبت قدّام أي منتخب في كأس العالم. اوعى تخاف من أي حد، العب كورتك، متّع نفسك، هتمتّع الناس كلّها، بل هتمتّع العرب كلّهم. أشوفكم دايمًا على خير، ومستني الماتش ده بصراحة، وما أتمناش إن كريستيانو يجيب جون. أنا باحب كريستيانو ويجيب أجوان، لكن في المغرب هتبقى صعبة أوي. أشوفكم دايمًا على خير وبالتوفيق. مبروك للبرتغال، وhard luck لسويسرا، وhard luck للزملكاوية.